نروح لخبر آخر كان متصدر المشهد بالأمس، وأول أمس الحقيقة بعد جمعة التظاهرات اللي قادتها جماعة الإخوان المسلمين وراح ضحيتها أكثر من شخص، من أبرزهم الطفل العمرانية اللي كان حواليه جدل استمر يعني عدد من الساعات. هل الطفل من المسؤول عنه عن إصابته جماعة الإخوان ولا البلطجية زي ما مواقع إلكترونية عند جماعة الإخوان كانت بتقول؟ الحقيقة CBC حصلت على مشاهد حصرية للحظة استشهاد الطفل ووفاته من طلقة الرصاص اللي توجهت إليه، وحصلت طبعا اشتباكات على ضوء هذه الإصابة ووفاة الطفل بين أهالي العمرانية وعناصر الإخوان يوم الجمعة، وحصلت اشتباكات تانية أثناء تشييع الجنازة اللي كانت الحقيقة مهيبة، ويعني كان فيها أشخاص كثيرين. ويعني آخر الكلام اللي تم تأكيده من قبل أسرة الضحية، من قبل أسرة الشهيد، إنه هم بيتهموا بشكل صريح أفراد جماعة الإخوان المسلمين ومسؤوليتهم عن استشهاد الطفل، وإن هم اللي قاموا بقتله، وقالوا إن هم لا ينتموا للجماعة بأي حال من الأحوال كعيلة أو كأشخاص، وإنه ما ذكرته مواقع الإخوان إنه من قتل الطفل مجموعة من البلطجية يعني عاري تماما من الصحة، وإنه المسؤول عن هذه الحادثة هم جماعة الإخوان المسلمين، وطلبوا إنه يتخذوا الإجراءات القانونية اللي هيقوموا بها في الفترة القادمة.